السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مع فيديو جديد ان شاء الله. غادي ندير معكم الشباكية بطريقة سهلة ومبسطة ونتمنى تعجبكم. ودابا غادي ندوزو للمقادير. في المقادير هنا عندي كيلو ديال الدقيق من النوع الممتاز، درت واحد الرشيشة ديال الملحة، درت واحد حبة ديال الخمارة، كاس د اللوز، كاس د الجنجلة مطحون، 2 معالق ديال القرفة، معلقة ديال النافع ومعلقة ديال حبة حلاوة. انا خلطتهم وطحنتهم في مرة، يعني 2 معالق. صافي غادي نخلطو هاد العناصر كاملة مع بعضياتهم. ودابا غادي ندير واحد راس معلقة ديال الخمارة ديال الخبز. عندي هنايا كاس ديال الزبدة مذوب وكاس ديال الزيت، زيت المائدة مخلط مع زيت الزيتون، نص نص، يعني نص ديال الزيتون ونص ديال زيت المائدة. عندي هنا 2 معالق ديال الخل، وعندي واحد نقيطة ديال روح الزهر، يعني واحد القطرات ماشي بزاف. كما كتعرفوا الشباكية راه كلها منكهة، يعني المذاق د اللوز، الجنجلة، النافع، حبة حلاوة كيعطي واحد المذاقات زوينين. صافي غادي نخلطو دابا الطحين مع داك الزيت والزبدة ونرملوهم بهذا الشكل هذا، تدخل فيهم داك المقادير. عندي هنايا واحد شويه ديال الزهر، تما 3 المعالق ديال الزهر. صافي دابا دفيت واحد كاس د الماء ديال العنبه، درت فيه واحد شويه د الملون غذائي حيت ما عنديش داك زعفران شعره. صافي قضينا غير بهذا شويه ديال الملون. صافي غادي نخلط مزيان، وانا كنخلط وانا كنزيد الماء. كما كتعرفوا الشباكيه راه خصها ضروري تكون قاصحه، ما تكونش جاريه باش ملي كطيب ما كتجيش يابسه. صافي غادي نبقى كندلك غير بداك الكاس ديال العنبه ديال الماء، جمعتها دابا كندلكها، درت لها واحد 10 دقائق ديال الدليك. صافي من بعد ما دلكتها درتها في بلاستيك عاديه وخليتها واحد شويه. بعد ما حسيت بها يعني ترخفت شويه، دابا غادي نقطعوها على هذا الشكل هذا. قسمتها على 2، عطاتني كل طرف عطاني 4 ديال الطروفه. دابا غادي نخدموها بالدلاك. صافي على هذا الشكل كما شفتوا راه قاصحه بزاف، يعني باش كتجي زوينه وهشيشه فاش كطيب. صافي نديرها بحال هذا الشكل هذا، خدمه بحال هذا الشكل، غادي نطويها بحال الشكل المسمنه. صافي بهذه الطريقه هذه، وغادي نخليها على جنب. غادي ندوز نصايبهم كاملين بنفس الطريقه ونطويهم بحال المسمن، ومن بعد غادي نردهم في نفس البلاستيكه ونخليهم عاوتاني يترخوا واحد شويه، ديك الساعه باش نرجع نخدمهم. مسالينا العجينه كامله ديتها في هاد البلاستيكات، نخليها ترتاح. من بعد ما ارتاحت دابا غادي نرجعو نخدموها. باش غادي نشبكوها، نقطعو داك الجوانب اللي كيكونوا زايدين وما نعجنوهمش، يعني ما نلبزوهمش، نخليهم هكذاك. وفي الاخر كنبقاو نديروهم في وسط العجينه، راه كيجيو ساهلين وكيتخدموا دغيا. ونحاولوا نرقوا العجينه باش كتجي زوينه ومهشيشه. صافي دابا غادي نجيب هاد الجراره هذه وغادي نخدم بها، واخا هي صغيره شويه ولكن كتعطيك العبار. يعني هاد الجراره صغيره بزاف ولكن كتعطي العبار هو هذاك، ما كتضيع لك الحبه كاع، كتبقى داكشي مريقل. صافي غادي نبقاو كنشبكو بهذا الشكل هذا.
ساهله، وحنا كنخدمو بشويه بشويه ونشبكو هاد الحلوه كاع اللي عندنا. صافي بعد ما شبكنا هاد الحليوه كامله كما شفتوا معنا وقدنا بهذا الشكل هذا، كنديروها في اللاطات كتنشف، ونقدو نخليوها ليله كامله، نقدو نخليوها نص نهار هكا. صافي دابا غادي ندوزو نقليوها، نديرو الزيت في المقله ونخليوها تسخن شويه. درت واحد الحبه باش جربت، ملي كتسخن الزيت كنجربوها ضروري بواحد العجينه ولا حبه صغيره. صافي دابا غادي نعمر المقله عاوتاني ونستمروا في القلي. وحنا نقليو وحنا كنقلبوا الحبه بشويه بشويه باش ما تحرقناش. كما شفتوا راه ما خصناش نخليوها تحمر بزاف باش ملي نديروها في العسل ما توليش كحله. صافي وبعد ما قليت القليه الاولى درتها في العسل، يعني غطستها في العسل كامله، مره كان تكي على ديك الحبات يدخلوا في العسل باش يتشرب العسل. نخليوها غير شويه تحمر ماشي كاع بهذا الشكل هذا، كترجعي بحال تاخذ واحد اللون زوين. صافي كنستمر هكا في القلي حتى كنسالي كما قلت لكم تاخذ داك اللون الذهبي. صافي ودابا غادي ندوز نديرها في العسل. كما شفتوا غادي نديرها في العسل، غادي نخليها واحد ساعه ونص تقريبا باش تشرب العسل مزيان. من بعد غادي نصفيها في واحد الشبكه. درت واحد البانيو واحد الشبكه وغادي نصفيها فيهم ونخليها تستقطر على خطره. غادي ندي داك الاناء باش غادي ندير فيه القليه الجوجه، يعني القليه اللي قليت، وغادي نزيد لها العسل، وهذه غادي نخليها تقطر على خطره وتشرب داك العسل. كما شفتوا بعد ما ساليت جبت هاد الاناء هذه ولا هاد الطنيجره ديال الوداع وعمرت فيها الشباكيه، وغادي نبقى نستف مره فوق منها، ندير فوق مره الجنجلال. صافي ونستمر هكا حتى نستف هاد الحلوه كاع اللي عندي. من بعد غادي ندوزو تشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كي جات هشيشه وزوينه ومشربه العسل. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم والى فيديو جديد ان شاء الله، وبسلام عليكم وعواشر مبروكين. صافي هذه هي الحلوه ديالنا، الشكل النهائي ديالها بعد ما ساليناها كما شفتوا معايا هكا جات زوينه وهشيشه وخفيفه. نتمنى تعجبكم وبسلام عليكم.